السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم مطبخ حكم الركبي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا والف مرحبا. اليوم البنات غادي نوجد معكم مع المهمات ديالنا والاخوات ديالنا غادي نوجد معكم الصفوف او التقاوت او سلو كله كيفاش كيسميه. المهم غادي نوجد معكم هذا السلو، هذا زوين بزاف 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 وصحي ومعتبر البنات. المهم صحي البنات 100%، وكيجي زوين، كيجي معلك وكيجي واعر واعر وخطير في المذاق ديالو. ما عليكم الا تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وانتم كتفرجوا الاخوات، خليوا لي داك اللايك للفيديو، جزاكم الله كل خير. وكما كتعرفوا معايا شهر رمضان الكريم قريب البنات، الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه ان شاء الله، وبطولة العمر للمهمات ديالنا والاخوات ديالنا، وبالرزق الكثير يا ربي ان شاء الله. المهم هاد الصفوف هذا الا بغيتو ديروه كمشروع زوين بزاف مربح، اللي داه من عندكم غيبقى دائما ياخذوا من عندكم كل عام البنات، اللي هو زوين بزاف بزاف، وغادي نجربوه ان شاء الله وغتعرفوني علاش هضرت لكم. فتابعوا الفيديو الى الاخر. الا كنتو باقي مشتركين اشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله بحول الله. وخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه للجميع. فبسم الله نبداو على بركه الله. عندي الزنجلان البنات، جبت 2 كيلو ديال الزنجلان البلدي كما شفتوا معايا، يعني كيجي المذاق ديالو زوين بالصفوف وصحي. غادي نغسلو وغادي نقيه. واحد الطريقه البنات كنديرها في الغسيل غادي نشاركها معكم ان شاء الله، والبنات هكا الا بغيتوني نشاركها معكم خليوها لي في التعاليق ان شاء الله. ما كيبقاش فيه الحجر نهائيا. كما شفتوا معايا غسلته ونقيته وكرمته، غادي ندخلو للفران باش يتحمر. المهم البنات ما ترشوه لا بزيت لا والو، يعني الزنجلان خليوه يتحمر على خاطر خاطرو. الا رشيتو عليه الزيت راه كيتخطف التحمار ديالو، يعني ما كيجيش زوين، ومن بعد ملي كيبرد كيجي فيه واحد المذاق خايب بزاف. الكاوكاو البنات كما شفتوا معايا، عندي كيلو ديال الكاوكاو اللي خديته درت عليه الماء طايب، فسختو وكناخذو تنحك عليه هكا واحد الحامضه، اولا كتقشروها بالموس، يعني كيبقى لكم الاختيار. وغادي نخوي عليه الماء طايب البنات، وغنخليه ليله كامله. الا درتوه في الصباح خليوه حتى العشيه، درتوه في العشيه خليوه حتى الصباح. المهم يبقى فيه هاد الحامض هذا، راه كيجي المذاق ديالو زوين البنات، ما كتفرقوش ما بينه وبين اللوز، يعني كيجي واعر، ما كيبقاش فيه داك المذاق ديال الكاوكاو اللي مجهد. صافي البنات، المهم انا درتو خليته حتى الصباح، وعاد باش غسلته من هذاك الحامض وصفيته وخليته كيتستقطر، عاد باش قليته. المهم غندوزو للمكونات الاخرين كما شفتوا معايا. عندي هذا البنات الشعير الفسخ، يعني كاين اللي كياخذ يدير الدقيق، انا اختاريت هذا الشعير. علاش البنات؟ ما كيكونش فيه واحد التغرزيزه. الا خديتو الدقيق ديال الشعير كتكون فيه واحد التغرزيزه بحال كيكون فيه بحال الحجر. هذا الشعير الفسخ يعني كيتباع في المحلات، موجوده البنات، يعني غير تاكدوا منه راه شعير فسخ. غادي نحمرو وغادي نطحنو. عندي نص كيلو منه، عندي نص كيلو ديال القمح الكامل، وعندي نص كيلو ديال الشوفان، وعندي الطحين ديال الفورص، يعني 2 كيلو ونص ديال الدقيق ديال الفورص. وصافي غادي ناخذ الشوفان، غندير شويه الزيت في واحد المقله تكون ثقيله، وغادي نحمروه في الزيت، يعني تحمروه في الزيت ولا الزبده، وكتخلطوه هكا بالفوي وكتنقصوا عليه البوطه مزيان مزيان. وغادي نجيب واحد الطنجره اخرى حتى هي حدايا، غادي ندير فيها هذاك الشعير الفسخ حتى هو، وغادي نبقى نخلطو بنفس الطريقه، يعني كنحمرو بنفس الطريقه وكتنقصوا البوطه باش ما كيتخطفش لكم في التحمار. صافي البنات هانتوما هاد الشوفان البنات راه كيجي المذاق ديالو زوين بزاف ملي كديروه في الزيت او الزبده، كيجي واحد المذاق زوين فيه، يعني جربوه وغتعرفوني البنات علاش هضرت لكم. يعني ملي تحمروه ذوقوه وتشوفوا المذاق فيه كيفاش غيجي. صافي ملي تحمروا حيدته، كندير في بلاصتو القمح الكامل، وكنبقى كنخلط يعني اي حاجه حمرتها راه غادي نطحنها البنات. غادي ندي هاد العطار، اولا كانت عندكم شي ماكينه كطحن مزيان طحنوا عندكم في الدار، اولا عاد العطار. حتى هاد القمح هذا الكامل، الدقيق الكامل حتى هو بالنخاله ديالو راه غادي نطحنو عاد العطار، كنعاود نطحنو. صافي البنات، المهم دزت الدقيق دابا
الفورص غادي نحمرو كيما شفتوا معايا فواحد المقله ثقيله، اولا كتحمروه في الكوكوط، يعني راه كيبقى لكم الاختيار. الا ما كانش عندكم المقله ثقيله يعني كديروا من الاحسن ديروا الكوكوط، وكتبقاو تخلطوا مزيان البنات، واكثريه في المرحله الاولى. يعني الدقيق راه كيتكور، يعني خصكم تبقاو تخلطوا باش ما يتكورش لكم الدقيق ويجيكم اللون ديالو زوين ومقاد. صافي، وكناخذ واحد الطبيسيل كندير فيه شويه الزيت، وكنبقى كنسيي فيه بحال هكا، كنشوف اللون اللي بغيتو نتوما. يعني بغيتوه محمر بزاف راه كديروه محمر، بغيتوه شويه غير مذهب راه كديروه مذهب. المهم الدقيق يكون محمر باش يطيب ويجي المذاق ديالو زوين. حتى هاد الطريقه حتى هي كنديرها في التحمار، يعني كندير ديك الشبكه ديال التغربيل، وكنبقى مره كنخلط بها على هاد الطريقه هذه في المقله، والدقيق كيتحمر وناقص عليه البوطه وصافي البنات. المهم غادي ندوز دابا يعني اللوز البنات حيدت ليه القشره ديالو، خويت عليه الماء طيب وحيدت ليه القشره ديالو وصافي. والكاوكاو حتى هو راه غسلته من هذاك الحامض مزيان، يعني ما كتخليوش فيه حتى قشره ديال الحامض، كنخليهم حتى كينشفوا. وغندوز دابا ندير الزيت باش غادي نقليهم. المهم غنقلي اللوز هو الاول عفوا، وكنديرو في الزيت بارده البنات كما شفتوا معايا، كتكون الزيت بارده باش يتقلى على خاطره، وكتنقصوا عليه البوطه مزيان. هذوك القشور ديال اللوز البنات الا ما بغيتوش تلوحوهم، يعني ما بغيتوش تضيعوهم، يعني راه كديروهم كتحمروهم في الفران وكديروهم في الصفوف ديالكم عادي، كطحنوهم مزيان وكديروهم في الصفوف ديالكم عادي البنات. المهم كاين بعض الاخوات اللي كيبغيو القشور ديال هذا اللوز. المهم هاد الطريقه هذه حيت اللوز المقلي البنات كيعطي واحد المذاق زوين في الصفوف وما كيغمالش، واخا يبقى عندك واحد المده طويله ما تيغمالش لك. المهم دابا ملي كملت هذاك اللوز في القليان، دابا غندوز للكاوكاو. اللوز البنات راه عندي كيلو ديال اللوز كما شفتوا معايا، ما ذكرش معكم الكميه، والكاوكاو حتى هو كذلك كما شفتوا معايا. ملي قليت هذاك الكاوكاو يعني كناخذ هذاك الزيت اللي قليت فيها البنات، ديك الزويته اللي كتشيط ليا، دابا غادي نقص عليها البوطه وغادي ندير فيها داك الشعير الفسخ اللي طحنته. يعني راه كيبقى بيض شويه البنات، يعني ملي كطحنوه كيبان لكم بيض، ضروري ديروه في الزيت وتنقصوا عليه البوطه وكتخليوه حتى كتولي واحد الصلصه اللي غادي تخلطوا بها الصفوف ديالكم. غادي نزيد عليه نص لتر ديال الزيت البلديه، حيت المولات هاد الصفوف هذا باغا يعني تكون فيه زيت البلديه وصافي. وغادي نبقى هكا نخلط بالفوي كما شفتوا معايا. والزبده البنات درتها توالي يعني حدايا حتى كتذوب حتى كتولي نوازيط، كتبقى اختياريه الزبده البنات، بغيتو ديروها ديروها، بغيتوش ديروها ما ديروهاش. المهم بغيتو ديروا غير الزيت نوار الشمس راكم كديروا الزيت نوار الشمس صافي البنات، وكيجي زوين وكيجي المذاق ديالو زوين. المهم دابا ملي كملت هذاك يعني المكونات كاملين طحنتهم، الدقيق ملي حمرته غربلته درتو في هذا البانيو هذا، كنخليه غير التخليطه البنات ديال الصفوف والشباكيه. دابا صافي غادي ندير حبه حلاوه كما شفتوا معايا، رابعه ديال حبه حلاوه، وغادي ندير الشوفان كما كتشوفوا معايا. ملي كيطحن البنات راه كيتعلق، يعني ملي كطحنوا داك الشوفان ديالكم مع محمره في ديك الزويته اولا الزبده يعني كيتعلق ملي كيطحن. غادي ندير رابعه ديال حبه حلاوه البنات من بعد ما حمرتها وطحنتها وغربلت اي حاجه البنات يعني طحنتوها غربلوها صافي. والنافع حتى هو هي رابعه. غندير كما شفتوا معايا الا حتى هو حمرته مزيان وكتغربلوه مزيان البنات باش ما كيبقاش فيه ديك في العضه. ملي كتعضوا هذاك الصفوف ديالكم كتلقاو واحد التغرزيزه في الصفوف، يعني ضروري تغربلوه مزيان صافي. وكندير القرفه البنات درت حساب 2 معالق عامرين. ودابا غادي ندير سكر كلاصي، يعني السكر كلاصي البنات الكميه ديال الحلاوه راه كتبقى على حساب الذوق، يعني بغيتوه حلو راه كديروه حلو، بغيتوش حلو راه كديروه هكا ناقص، يعني كتخلطوا وكتذوقوا صافي. دابا غادي ندوز الزنجلان البنات ملي طحنتو يعني علكتو كما كتشوفوا معايا حتى كيطلق هذاك الزيت ديالو. هانتوما البنات يعني ضروري تعلكوه، يعني طحنتوه عاد العطار، انا طحنت عاد العطار يعني قلت ليه علكيه مزيان حتى كيخرج داك الزيت ديالو. والاخوات اللي عندهم هكا
الماكينه في الدار كطحنوه في الدار حتى كتعلكوه مزيان مزيان. هذا كاوكاو البنات حتى هوايا طحنتو هكا علكتو مزيان. وغادي ندوز اللوز البنات، يعني ما علكتوش، يعني ما خليتوش حتى طلق الزيت ديالو كما شفتوا معايا، كيبقى هكا بودره، يعني ما كتعلكوش بزاف. واللوز البنات راه خليت منه واحد زلافه عامره هكا كما شفتوا معايا، يعني غير مهرمشه باش كيجي عاطي في ديك العضه زوينه ديال ديك التقرمشه ديالو، كتجي زوينه في الصفوف. صافي دابا غادي نجيب الكوزه، غادي نحك واحد الكوزه يعني، وما كنحكش كامله، كنخلي منها شويه. صافي دابا غادي نجيب المسكه الحره حتى هيايا، غادي ندقها مع شويه السكر. انتما غتشوفوا معايا البنات كندقها هكا غير بواحد الكاس، كنديرها مع السكر كتدق مزيان مزيان. وصافي ودابا غادي نخلط البنات، كتخلطوا مزيان مزيان. وكما شفتوا معايا الزنجلان راه خليت وحساب رابعه ديال الزنجلان، حب بحال هكا ما طحنتها ما والو، غير كنحمرها وكان يعني كنخليها وحدايا البنات كما شفتوا معايا. غادي نزيدو في الاخر ملي غادي نخلط الصفوف، ملي خلطت هذوك المكونات مزيان كتبقاو تعلكوا فيهم هكاك مزيان مزيان حتى كيطلق هذاك يعني داك يعني الدقيق كيفزك بهذاك الزيوت ديال الزنجلان وديال اللوز. عاد كنزيد هذيك الصلصه اللي صايبت وزدت فيها زيت البلديه ودرت شويه الزبده، يعني ديك الزبده كتبقاو ديروها بالتدريج كما شفتوا معايا، غادي نديرها بالتدريج. وسمحوا لي ما ذكرش معكم الكميه ديال العسل، كاس عامر ديال العسل، يعني كتبقاو تزيدوا بشويه بشويه. بغيتوه معلك راكم كديروه معلك، بغيتوه شويه خفيف راه كتخليوه خفيف هكاك. صافي دابا ملي تخلطوا البنات كما شفتوا معايا درت الزنجلان ومشات لي ديك المقطع ديال الزنجلان، هانتوما البنات راه كنوريكم، يعني درت دابا الزنجلان ومشى لي داك المقطع ديالو. صافي دابا خلطت مزيان البنات، خلطوا مزيان مزيان. صافي دابا ملي ضروري البنات تخلطوه مزيان، يعني ما تخلطوش فوق الرخامه او لا فوق البوطاجي، يعني انا حطيته في الارض، يعني كتفرشوا شي حاجه في الارض وكتدلكوه مزيان مزيان حتى كيتعلق. هو صافي دابا ملي تعلق البنات كما شفتوا معايا هانتوما، دابا غادي نزيد هذاك اللوز اللي خليته هكاك صاين وصافي. وغادي نمشيو مع الشكل النهائي ديالو. دابا ملي كملت هذاك الصفوف البنات كما شفتوا معايا، كيجي المذاق ديالو زوين، كيجي خطير بحال هكا. البنات الا بغيتو ديروه مشروع، يعني انتم هاد الكميه راه خرجت لي تبارك الله ما شاء الله، يعني 7 كيلو ديال الصفوف، 7 كيلو البنات، يعني تبارك الله ما شاء الله. واللي داه من عندكم راه غيبقى دائما ياخذوا من عندكم كل عام البنات. صفوف صحي زوين معتبر، شي حاجه دايزه الكلام البنات وشي حاجه ناضيه. المهم تبعوا غير الطريقه وتبعوا المقادير وردوا عليا الخبر البنات في التعاليق كيفاش جاكم. انتم البنات كيفاش كيجي واعر، كيجي معلق وكيجي باين فيه دوك القوام ديالو، وكنتمنى تجربوه، كيستاهل التجربه. المهم كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاحسان ديالكم. المهم الى عجبكم خليوا لي التعاليق ديالكم الزوينين اللي كتفرحني بزاف بزاف. عواشركم مبروكه، الله يدخل علينا هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه وطول العمر لينا وجميع المسلمين والميمات ديالنا والعائلات ديالنا، الله يطول لهم في عمرهم. فخليتكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.